ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم كيكه بالموز على البوتاجاز من فوق من غير فرن، وبمكونات سهله وبسيطه جدا. معايا كده طاسه حطيت فيها معلقه زبده كبيره، عليهم معلقتين سكر زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اقلب في السكر لحد ما يتكرمل معانا ويسيح. وكده بقلب في السكر لحد ما يسيح خالص زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، السكر ساح معايا. بقى 4 موزات متقطعين زي ما انتم شايفين كده، كل موزه قسمها النصين. ممكن تقطعوا الموز على حسب ما انتوا بتحبوا، برضو ممكن تقطعوه دواير. هحط الموز كده في الكراميل واسيبه بالشكل ده لحد ما اوطي عليه النار خالص، نار هادية عشان ما يتحرقش. معايا كده بولة فاضية احط فيها بضاية، عليهم 4 معالق سكر كبار، وعليها باكو فانيليا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هضرب كده البضاية مع السكر لحد ما القوام بتاعهم يبقى تقيل شوية. هوريكم برضو القوام بتاع البيض والسكر دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، انا ضربت البيض والسكر لحد ما لونه فتح كده وبقى فاتح وبقى القوام دوت. حط بقى كده ربع كوباية زيت زي ما انتم شايفين، وهحط كوباية الا ربع لبن. نفس الكوباية بستخدمها في نفس المعيار بتاع كل حاجة بحطها. قلبت كده المكونات معايا مصفى، حطها عشان ننخل الدقيق، لازم الدقيق يتنخل. هحط كده مج من الدقيق، عليه معلقتين من الكاكاو، يعني كوباية دقيق عليها معلقتين كاكاو. بستخدمها كاكاو خام، لو مش بتحبوا الكاكاو الخام تقدروا تحطوا كاكاو محلى عادي، بس تخفوا السكر من اللي احنا حطيناه مع البيض. وهحط كده معلقه بيكنج باودر صغيره زي ما انتم شايفين، وهنخل بقى المكونات دي كلها مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي، نخلت الدقيق والبيكنج باودر والكاكاو مع بعض. هقلب بقى المكونات كلها مع بعض لحد ما تتكون معايا عجينه الكيكه. القوام بتاع الكيكه ما بيبقاش تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، زي ما انتم شايفين ده كده القوام المناسب. حبايب قلبي، لو حسيتوا ان القوام بتاع الكيكه معاكوا تقيل خالص تقدروا تضيفوا حبه لبن. ارجع بقى للموز اللي احنا سايبينه على النار مع الكراميل اللي احنا سيحناه. احنا موطيين النار خالص زي ما انتم شايفين كده، ولا اتحرق ولا حصل له اي حاجه لان انا مهديه النار خالص. ابدا بقى اضيف الخليط بتاع الكيكه كده على الموز. هو هيتفرد لوحده زي ما انتم شايفين كده، ان الخليط بينزل على الموز عادي زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. هبدا بقى اجيب ورقه فويل اغطي بيها الطاسه بتاعتي كويس جدا، لان انا مش عايزه اي هوا يخش الطاسه. زي ما انتم شايفين كده، جبت ورقه فويل وغطيت بيها الطاسه كويس جدا. هسيبها لمده 10 دقايق لربع ساعه الكيكه تستوي، وهرجع اقدمها معاكم. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نفتح الكيكه كده ونشوفها استوت ولا ايه. بنرفع ورق الفويل كده ونجيب خله السنان نختبر الكيكه. اول ما ادخل الخله والاقيها طالعه كده ما فيهاش اي عجين، يبقى كده الكيكه استوت. هقلبها بقى معاكم في طبق واقدمها واوريكم شكلها النهائي، واوريكم قد ايه هي اسفنجيه. شايفين يا حبايب قلبي الجمال؟ بجد خطيره خطيره خطيره، وانا متاكده ان انتوا لو عملتوها وجربتوها تعجبكم. شكلها وطعمها فوق الوصف. هحط بقى اضيف عليها كده صوص شوكولاته، تقدروا تضيفوا اي صوص انتوا حابينه، كراميل، شوكولاته، اي حاجه. هقطع بقى الكيكه واوريكم ازاي. هي اسفنجيه وحلوه جدا، وكمان شكلها تحفه وطعمها احلى واحلى بكتير زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا قطعتها سخنه معاكم. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ شايفين اصلا منفوخه ازاي وشكلها جميل وطعمها جميل جدا، حاجه كده جديده. حط بقى عليها صوص شوكولاته كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. وده كده شكلها النهائي معاكم. يا رب بجد تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها. تعالوا بقى اقطعها معاكم. شايفين اصلا اسفنجيه ازاي؟
انا بحاول اوريها لكم بكذا طريقة برضو. شايفين سمكها اصلا مش كبسة وهشة وجميلة جدا. شايفين يا حبايب قلبي؟ حاول اقطعها برضو واوريها لكم بكذا طريقة. خدها كده مع صوص الشوكولاتة وندوقها. الله، بجد على طعمها تحفة. حقيقي بجد اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. وانا هنا برضو بحاول اوريها لكم واوريكم سمكها ازاي من جوه، بجد تحفه. جربوها بنفسكم هتعرفوا حقيقي بجد. لو بتتفرجوا لاخر الفيديو شكرا ليكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والف هنا وشفا مقدما، ومع السلامه.